واشدك اخويا شكرا لكل فنان ما بحب عرض اللي توفر علي وعليك ترجمي والله قلت اين بسمرة شعر حلو ملبلبي I love you ورغبي الدلة شايف معي ما بحب عرض اللي توفر علي وعليك ترجمي يلا ركز
خصو مريم اشنو بالي اشنو خصو مريم اشنو بالي شو بده مريم دير بالضبط. السلام الله عليكم. شكرا اخبار كل اسبوع على الاسبوع والمواكبه. كتحضروا اليوم حفل الختام ديال الدوره الاولى الاكاديميه للمسرح وتقنيه المسرح بكافه جمعيه برج القرى بتعاون وبشراكه مع المجلس البلدي لمدينه قريطان وبالتعاون كذلك مع المديريه التكنيكيه لوزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الشباب وقطاع الثقافه. هذا الحفل اللي يعرف مجموعه من الفقرات الجميله وكذلك منتوج ديال مجموعه ديال الشباب والشابات اللي تم تكوينهم واستفدوا من الدوره التكوينيه. قدموا لنا لوحه لها دلالات جميله جدا ولها موضوع مهم تعيشه سفينه مدينه القرى يعني الكذا في الماء وعلى كذلك التراب الاسود واجواء الملوثه الى غير ذلك. كانت لوحه جميله. ثم كاين فقرات موسيقيه اللي يختتموا بها هذه الدوره. هذه الدوره طبعا عطت واحد المجموعه من الورشات في مجال تقنيه الخشبه، تقنيه الموتيل، اعداد الموتيل، التعبير الجسدي، التعبير الصوتي الى غير ذلك. اختاروها مجموعه من الاطر الكونيطيريه وعرفت كذلك لحظات جميله مع شابات وشباب متعطشين للفعل المسرحي. نتمنى ان تعاود هذه الدورات التكوينيه لان هذا الشباب والشابات هم متعطشين وهم في حاجه الى مزيد من التكوين ومزيد من التأهيل والتعلم للمجال المسرحي. شكرا لكم. السلام عليكم. أخوي الشيخ جمال. شكرا لإخوان قريطان على هذه الاستضافة. فيبغي نقول بالمناسبة المناسبة ديال هذه الدورة التكوينية ديال المسرح. شكرا جزيلا لجمعية برج القرى للتكوين لهذه المدينة والاستضافة ديالها واللي كنت يعني كان لي الحق مع باش يكون بين المخبرين اللي يعطوا التلاميذ المسرح. انا كان عندي اختصاص في الصوت، مرحله الصوت، التخصص ديال الصوت من ناحيه المخارج ومن ناحيه الطبقات الصوتيه. جيت سعيد باش نكون انا محظوظ يكون عندي كمخبر ونكون كمرشد هذه الختاميه اللي هي بدورها كتحفز هاد الطلبه وحتى الاباء ديالهم العائله ديالهم والجمهور ديالهم حتى هما باش يزيدوا يتشجعوا. وحنا ماذا بينا يسعفنا الحال اكثر واكثر ندعموا اكثر واكثر نزيدوا نديروا اكثر من الجهد ديالنا حتى نهضروا بهذه المدينه هذه من الجانب الفني باستفتاء الفنان الموسيقي ومع الفن بصفه جمعاء الفن بصفه عامه. ماذا بينا نعملوا واحد النهضه اللي تكون هي نهضه شامله في الفنون في الرياضه في كل شيء. لما كانت هي الاولى الترتيب يعني في جميع الانشطه الرياضيه والثقافيه فكيبقى فينا الان على انها اصبحت مهمشه واصبحت هي الاخرى. وانا ما فهمتش واش هذا الشيء منهج ولا ماشي منهج ولا هذا الشيء عشوائي غادي. العلم لله. فكاين بزاف علامات استفهام مفهوميه فاللي كنطلب من الله عز وجل اننا نكونوا في المستوى نكونوا حتى حنا نساهموا بدورنا. حنا من زمان كنا مساهمين ونزيدوا نساهموا اكثر
تربيه هاد الشباب اللي جاي من هنا، يعني هما اللي غادي يعملوا مشعل من بعد، اللي غادي يكونوا المصباح ديال الغد ان شاء الله. فما كرهناش ان بقينا نقولوا بها واحد الموضوع ثقافي رياضي جميل جدا. دابا تصبح عندنا حنا حتى حنا يصبح عندنا واحد الموروث، يصبح عندنا واحد الموروث ويبقى يتوارثوا حتى هما عاوتاني يتكونوا يتطوروا حتى هما ويكونوا الاجيال الاخرى اللي جايه من بعدهم والجيل اللي جاي من بعدهم والجيل كذلك هي. وشكرا مره اخرى لاخباركم الكرام.